ودلوقتي جه ميعاد جولة زارا يا جماعة. زارا نزلوا كوليكشن زي ما قلت لكم قبل كده في الستوريز، نزلوا كوليكشن الشتوي الجديد ودي اول مرة، وكل اللي كان عندهم قبل كده ده كان لبس قديم. طبعا اللبس نازل اكيد باسعار مش تعجب اي حد فينا، اسعار خزعبليه، تقدر تقول تقريبا باكتر من الضعف او يمكن 3 اضعاف اسعار اللبس السنه اللي فاتت. مأساة طبعا يا جماعه، وده نتيجه طبعا سعر الدولار والجمارك والازمه والكلام ده كله. طبعا الستور دلوقتي بقى مليان حاجات كتير اشكال والوان، زي ما انتم شايفين هتلاقوا الحاجات اللي هي اللي فيها تشيرلينج دي او الفرو دي طبعا ترندي جدا الفتره دي. وما تدخل على الجاكيت الجلد ده طبعا ما تخدعش ان هو جلد طبيعي، انا من شكله باين ان هو جلد صناعي، بس لو انت ما تعرفش بعيد عن سعره، هو كام سعره غالي طبعا، ولكن عايز تعرف ازاي تفتح جوه وتبص على الخامات مكتوب 100% بوليستر، يبقى هو صناعي طبعا مش جلد طبيعي. البفر جاكيت ده حلو قوي طبعا بغض النظر عن سعره برضو، عندهم اشكال والوان كتير من البفر جاكيتس. الباركا جاكيت ده برضو حلو قوي، مبطن فرو، لونه كمان جامد. اما بالنسبه للبامر جاكيت ده طبعا هو ده موجود من سنين طويله، وده حاجه ما بتبطلش، بس طبعا سعره تقريبا 3 اضعاف سعره السنه اللي فاتت يعني. وده برضو البفر فيست ده برضو من الحاجات الترندي جدا زي ما انتم عارفين اكيد في الفتره دي. الكوردروي بقى يا جماعه اللي هي الخامه القطيفه المضلعه دي ترندي جدا جدا طبعا، نازله بنطلونات بالوان كتير جدا، نازله كمان جواكت واوفر شيرتس برضو بالوان كتير مهتمين بيها. هي طبعا ترندي بقالها سنتين تقريبا ودي التالتة، بس السنه دي في اهتمام بيها اكبر شويه، وهي عامه حاجه تايمليس ومش خساره ابدا يكون في دولابك على الاقل قطعه واحده منها في اي شتاء. الكوتس بقى موجود عندهم بقى اشكال والوان كتيره جدا وستايلات كتيره، والتشينو بانس زي ما انتم شايفين. الكوتس نازل بالوان كتير، بس طبعا برضو بعيدا عن الاسعار، اسعار طبعا بقت غاليه جدا. الواحد وهو داخل زارا بقى يحس ان هو داخل بوس او ارماني او حاجه كده، الاسعار بقت في حته تانية خالص. منزلين تشكيله حلوه جدا بالكوتس، ستايلات كتيره والوان كتيره، وهتلاقي عندهم الكاجوال والفورمال، وتقريبا الالوان اللي انت ممكن تحتاجها كلها موجوده عندهم حاليا. من الحاجات اللي عجبتني ده بعيدا عن سعره، ملناش دعوه بسعره خالص، عجبني ستايله، اللون الجملي منه كمان هو عجبني جدا جدا. طبعا لما قسته ده سايز ميديوم، حسيت ان انا قالب على الحاج عبد الغفور البرعي، هو اوفر سايز شويه بس هو حلو. الشوز بقى اللي تشيلسي بوت دي حلوه قوي قوي، لونها كمان جامد جدا وستايلها حلو كمان. دي بتهيألي جديدة مش من الحاجات اللي كانت قديمة قبل كده، دي قديمة عندهم من فترة كبيرة يعني، بتنزل بقالها كذا سنة، والستايل تشيلسي بوت العادي. اكسسوارز كمان طبعا نزلوا منها حاجات كتير قوي، والبرفيوم كمان نزلوها تاني، كان في حاجات كتير جدا مش موجودة نزلت تاني. سكارفز بقى بصوا باشكال والوان جامدة جدا مناسبة للشتاء. الجاكيت ده بقى يا جماعة الصوف او الاوفر شيرت ده او الشاكيت ايا كان بيتسمى ايه، من الصوف جامد جدا برضو، من الحاجات المميزة اللي عجبتني، منزلينه 3 الوان، تقيل قوي على فكرة يعني، تقدر تعتمد عليه كجاكيت. كمان برضو الاوفر شيرت الدينم ده او الجينز ده برضو حلو قوي، نزل بكذا لون، شياكة برضو. الجاكيت البيسبول ده نفس القصة، تقيل متبطن حلو قوي. اما بقى الجاكيت ده جامد جدا، اللون البيج مع اللون الاخضر عجبوني قوي قوي، يعني من القطع المميزة اللي تلفت الانتباه اللي عجبتني. بصوا الجيب القطيفة الاخضر ده مع السوستة اللي باللون الاخضر مع اللون البيج، جامد جامد جدا، شكله جامد. البيزك ده بعيدا عن سعره طبعا اللي يحزن يعني، بس لذيذ يتلبس تحت الحاجات اللي عايز حاجة بني، يتلبس تحت الحاجات اللي على بيجات وبنيات، البيزك ده هيبقى حلو قوي. طيب الخلاصة كوليكشن كبير جدا، ولكن الأسعار كلها اوفر برايزد، أنا شايفها بالحاجة ما تستحقش الأرقام دي. أكيد هيعملوا سيل في آخر السيزون، فأنت ممكن تستنى لو أنت مش مضطر تشتري حاجة دلوقتي. بس كده، أشوفكم في جولة تانية، سلام.